انت بتسأل كتير ليه؟ انت غبي. طبعا واحنا صغيرين قابلنا المدرس اللي ما عندوش خلق يشرح الموضوع كذا مرة، فبيعلق شماعة خلقه الضيق على سعادتك وبيتهمك انك غبي عشان بتسأل كتير، وانت زي الغلبان بتتكتم وتروح البيت محبط مش فاهم حاجة من اللي شرحه. احب اقولك ان في فرق كبير ما بين الذكي واللماح، والاتنين ملهمش علاقة ببعض. اللماح ده الفهلوي اللي بيفهمها وهي طايرة، لكن الذكي هو اللي بيدرس الموضوع صح من جميع الجوانب، وعشان يدرس الموضوع صح لازم يسأل في كل نقطة ويتلقى المعلومة كاملة علشان يديلك النتيجة دقيقة. أما الفهلوي فهياخد منك المعلومة في 3 دقايق، أما النتيجة اللي هتاخدها منه فهي غير دقيقة وضعيفة لأنه ملمش الموضوع كويس. كل ما في أسئلة بتلف وتدور جوه دماغك أعرف إنك شخص ذكي، وأسئلتك الكتير دي بتدل على اهتمامك بالموضوع ودراستك ليه بشكل صحيح ودقيق. واللي يقولك أنت بتسأل كتير ليه؟ قوله عشان أفهم وأقدر أديلك اللي أنت عايزه. خد نصيحتي، الفهلوي هيخلص الشغل بسرعة بس هيبقى فيه أخطاء وهيتعاد فيه حاجات كتير، ولما تقوله ما عملتش النقطة دي ليه هيقولك ما انت اللي ما قلتليش، هتقوله ما انت اللي ما سألتش، ومش هتخلصوا. أما الذكي هيقرفك أسئلة ومعطيات قد كده بس النتيجة هتكون أدق وما فيهاش إعادة وهتتقبل من أول مرة. قولولي بقى انتوا أنهي واحد فيهم، الذكي ولا الفهلوي؟ اكتبولي في التعليقات وشيروا الفيديو ده لكل أصحابكم. أشوفكم على خير.